السلام عليكم طلاب أولى ثانوي، إيه الأخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض المحاضرة الأولى عندنا في منهج الترم الثاني العلوم المتكاملة. حبايب قلبي، المحاضرة الأولى هتكون موجودة عندك على اليوتيوب فري، يعني تقدر إن أنت تشوفها كاملة على اليوتيوب. طيب باقي المحتوى بتاعك، محتوى الترم الثاني كامل، هيكون موجود فين؟ هيكون موجود على منصة دكتور ميار هشام. هسيب لك لينك المنصة في الديسكريبشن عشان تقدر إن أنت تدخل على المنصة وتشترك فيها علشان يوصل لك المحتوى كامل. المحتوى يا دكتور هيكون شرح كامل للمنهج، وكمان يا دكتور هنحل مع بعض كتير قوي على المنصة، وهيكون فيه كل اسبوع كويز ليك. الكويز ده يا دكتور بيفهمك او بتقدر ان انت توصل منه ازاي قدرت ان انت تفهم الدرس ده بعد ما تحل الواجب، بعد ما تسمع الشرح بتحل الكويز علشان المحاضرة التانية تتفتح لك بإذن الله. طيب دي المحاضرة الأولى وده المحتوى بتاعك على اليوتيوب، يعني كل طلاب الأونلاين تقدر إن هي تدخل على اليوتيوب وتسمع المحاضرة وبعد كده تشترك على المنصة ويوصل لك المحتوى كامل. طيب يا دكتور، لو أنا طالب في شبرا مصر، تقدر إن أنت تحضر في سنتر ألفا شبرا مصر يوم السبت الجاي بإذن الله، يوم 14/2، ودي هتكون أول محاضرة لينا في سنتر ألفا شبرا مصر. طيب المحاضرة الأولى يا دكتور بتتكلم عن إيه؟ أو المنهج بتاعك الترم ده مختلف شوية، بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الأحياء. إيه ده يا دكتور؟ يعني إحنا الترم ده كامل هنتكلم عن الكائنات الحية بس. يعني إيه برضو؟ حبايب قلبي، مقدمة صغيرة كده ليك قبل ما انسى، بس انا هشتغل معاك من كتاب التفوق. كتاب التفوق انا بحب قوي ان انا اشتغل منه عشان بيكون موجود فيه اسئله مستوى التفكير بتاعها عالي شويه، حتى بشتغل منه في ثالثه ثانوي، ثانويه عامه الاحياء عادي، علشان كتاب التفوق فيه اسئله مستوى التفكير بتاعها عالي. انا دايما بحب اشتغل من الكتاب ده. فحضرتك لو طالب اونلاين تقدر ان انت تشتري كتاب التفوق في العلوم المتكامله من اي مكتبه موجوده جنبك، او تقدر ان انت تطلبه اونلاين من على البيج بتاعتهم. طيب سمي الله بقى كده ويلا بينا ناخد فكرة عن المنهج بتاعنا. الدرس الأول يا دكتور بيتكلم عن الغلاف الحيوي. ثانية واحدة كده يا دكتور، أنا عايزة أفتكر الأول، هو كوكب الأرض كله، كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه ده بيشمل كام غلاف؟ هقول لك يا دكتور، كوكب الأرض كامل بيتكون من غلاف اسمه الغلاف الصخري، والغلاف الجوي، والغلاف المائي، ورابع غلاف والأهم بالنسبة لي الترم ده هو الغلاف الحيوي. ثانية واحدة بقى كده تاني، كوكب الأرض بيشمل 4 أغلاف. غلاف صخري، طب افتكر معايا كده يا دكتور، هو الغلاف الصخري ده بيحتوي على ايه؟ هقول لك بيحتوي على المعادن. دي مقدمة، تمام؟ بس بالنسبة لي هي مهمة زيها زي أي جزء عندك في المنهج بتاعك، بس المقدمة دي عشان تفهم احنا هنتكلم عن ايه الترم ده. الغلاف الصخري يا دكتور ده بيحتوي على المعادن اللي موجودة في الأرض، وبيحتوي على التربة. يعني ببساطة كده دي الأرض اللي احنا ماشيين عليها، التربة والمعادن اللي موجودة جواها زي الكالسيوم، زي اليود، زي الصوديوم، يبقى دي كلها تعتبر معادن موجودة في الأرض. يبقى الغلاف الصخري بيشمل ايه؟ أول ما أسألك عليه تقولي بيشمل التربة وبيشمل المعادن والأملاح. حلو قوي. طيب الغلاف الجوي ده بيشمل ايه؟ هتقولي ده الجو يعني الهواء اللي احنا بنتنفسه، يعني بيحتوي على الغازات، بيحتوي على الغازات. زي ايه يا دكتور؟ زي ثاني اكسيد الكربون والاكسجين. ورقه وقلم وتكتب معايا كل حاجه بنقولها. طيب يبقى الغلاف الجوي بيحتوي على اكسجين، ثاني اكسيد الكربون. طب الغلاف الثالث اللي هو الغلاف المائي ده بيحتوي على الميه. ما قلناش اي حاجه، كل الكلام بسيط جدا لحد دلوقتي. يبقى تاني كده عندنا غلاف صخري بيشمل، قول معايا يلا ها، تربه ومعادن. عندنا غلاف مائي بيشمل الميه. عندنا غلاف جوي ده بيشمل الغازات اللي موجودة في الجو، مثال عليها أكسجين وثاني أكسيد الكربون. حلو جدا. طب رابع غلاف وده اللي يهمني الترم ده يا دكتور هو الغلاف الحيوي. يعني ايه بقى يا دكتور؟ الغلاف الحيوي ده غلاف بيحتوي على جميع الكائنات الحية. يعني انت دلوقتي اتكلمت عن التربة والمعادن واتكلمت عن المية وعن الهواء. طب الكائنات الحية بقى اللي هو زي الإنسان ونبات وحيوان وحشرات وفيروسات وبكتيريا، الكائنات الحية دي أصنفها تبع أنهي غلاف؟ صنفها يا دكتور في غلاف لوحدها اسمه الغلاف الحيوي. يبقى بكل بساطة الغلاف الحيوي ده بيحتوي على إيه؟ هتقولي الغلاف الحيوي ده بيحتوي على جميع الكائنات الحية. أي كائن حي في الدنيا فهو موجود تبع الغلاف الحيوي. حلو قوي. الغلاف الحيوي بيضم إنسان، نبات،
حيوان، حشرات، كائنات دقيقة. زي ايه الكائنات الدقيقة دي عشان تكون عارفها؟ زي البكتيريا، زي الفيروسات، زي الحاجات اللي انت مش بتقدر تشوفها بعينك وموجودة تحت الميكروسكوب بس تعتبر كائنات حية. يعني البكتيريا اللي هي مثلا موجودة على ايدك، موجودة على الجلد، موجودة على الترابيزة، البكتيريا دي تعتبر كائن حي، فصنفها ان هي تبع الغلاف الحيوي. يبقى انا كده فهمت كوكب الارض اللي انا عايش عليه ده بيتكون من ايه. يبقى تاني معايا: غلاف صخري بيحتوي على معادن وتربه، غلاف جوي بيحتوي على الغازات زي اكسجين وثاني اكسيد الكربون، غلاف مائي بيحتوي على الميه، غلاف حيوي يلا قول تعريفه معايا. يبقى هو غلاف من ضمن اغلفه كوكب الارض بيحتوي على جميع الكائنات الحيه زي انسان، نبات، حيوان، حشرات، كائنات دقيقه. حلو قوي. يبقى ده اول تعريف عندك في المنهج اللي هو الغلاف الحيوي، واكتب لي جنبه ان التعريف مهم. يبقى هو جزء من كوكب الارض. حلو قوي. ويحتوي على جميع الكائنات الحيه زي انسان ونبات وحيوان وحشرات. تمام. يبقى المقدمه الصغيره البسيطه دي فهمناها وسهله قوي. طيب تعالى بقى نعرف الاهم بالنسبه لنا. ايه هي علاقه، شايف الجمله دي مهمه قوي، ايه هي علاقه الغلاف الحيوي ببقية أغلفة الأرض؟ يعني أنا عرفت إن هم 4 أغلفة: صخري وجوي ومائي وحيوي. إيه علاقة ده بقى اللي هو يهمني تمام الترم ده واللي أنا هدرسه؟ إيه علاقة الغلاف الحيوي ده يا دكتور بباقي الأغلفة؟ إيه علاقته بالغلاف الصخري؟ إيه علاقته بالغلاف الجوي؟ إيه علاقته بالغلاف المائي؟ أسألك سؤال عشان تقدر إن أنت ترد. ينفع تنام وتصحى الصبح ما تلاقيش فيه هوا تتنفسه؟ هتقولي يا دكتور اكيد هموت، صح؟ يبقى بالتالي انا عرفت ان الكائن الحي اللي هو زي الانسان لازم بيعتمد على الغلاف الجوي، لازم يكون فيه هواء اتنفسه، فيه اكسجين اتنفسه، تمام، علشان اقدر ان انا اعيش. فانا كده جمعت اللي انا عايزه اوصله لك. انا كده جمعت ان الغلاف الحيوي اللي هو بيضم الانسان، ان الانسان تبع الغلاف الحيوي، فالغلاف الحيوي ده بيعتمد على الغلاف الجوي. يعني لازم الغلاف الجوي يكون موجود عشان الغلاف الحيوي يكمل حياته. فاقدر اطلع بقى بجمله حلوه قوي من الكلام ده. اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول بيعتمد الغلاف الحيوي على بقيه اغلفه كوكب الأرض. يبقى الغلاف الحيوي ده بيعتمد على كل الأغلفة الباقية. يعني الكائن الحي زي الإنسان فلازم يكون عنده هواء يتنفسه، لازم يكون في مية يشربه، لازم يكون في أرض يمشي عليها. فبالتالي الكائنات الحية بتعتمد على الغلاف الصخري وعلى الغلاف المائي وعلى الغلاف الجوي. بكل بساطة دي علاقة الكوكب الأرض أو الغلاف الحيوي ببقية أغلفة كوكب الأرض. يبقى مين بيعتمد على مين؟ هتقولي الغلاف الحيوي ده الكائنات الحية كلها بتعتمد على المية والتربة، وبتعتمد على الهواء اللي هو فيه أكسجين وثاني أكسيد الكربون. يبقى دي تعتبر علاقة الغلاف الحيوي بباقي أغلفة كوكب الأرض. تمام. طيب عايزة أديك مثال بقى عشان أكد لك الكلام ده. عايزة أكد لك إن الكائن الحي زي إنسان ونبات وحيوان وحشرات بيعتمدوا على الأرض وبيعتمدوا على الهواء وبيعتمدوا على المية. فهناخد مثال بسيط جدا اللي هو النبات، إزاي النبات بيقدر إن هو ينمو. بس كده. يبقى هنا المثال على علاقة الغلاف الحيوي بباقي أغلفة كوكب الأرض هو نمو النبات. نمو النبات. عايز أعرف بقى إزاي أقدر إن أنا أخد بذرة صغيرة كده وأخليها تكون لي نبات كامل. أسألك سؤال، مش النبات ده كائن حي؟ طبعا ده كائن حي، الحيوان كائن حي، الحشرات كائن حي. فبالتالي أنا عايز أعرف إزاي كائن حي زي النبات بيقدر إن هو ينمو ويكون لي كائن حي كامل. النبات إيه مكوناته؟ أولا هتقول لي أي نبات في الدنيا بيتكون من جذر وساق وأوراق. تعال نشوف الحدوتة من البداية. يعني ازاي هاخد البذرة دي وابدأ ان انا احطها في التربة، لو ده مثلا سطح التربة، ازاي هاخد بذرة صغيرة كده وابدأ ان انا احطها في التربة عشان تنمو النبات كامل. فانا بدأت ان انا اخد البذرة دي حطيتها في التربة، واول حاجة بتعملها بعد ما بتحط البذرة في التربة بتبدأ ان انت تحط في التربة شوية مية.
فلقينا البذرة دي بعد شوية عمالة تكون لي الجذر اللي بيكون موجود تحت سطح الأرض أهو، ده الجذر تمام. وبعد كده بيتكون برضو للنبات الساق. وإيه كمان يا دكتور موجود في النبات؟ موجود الأوراق تمام. يبقى أي نبات فهو بيتكون من جذر وساق وأوراق. على فكرة كل المعلومات اللي احنا بنقولها دلوقتي فهي مهمة جدا، ودي موجودة في الدرس الأول، مش مقدمة ولا حاجة، احنا خلصنا المقدمة بتاعتنا. طيب البذرة دي الصغيرة دي كونت لي جذر وساق وأوراق. طب ازاي يا دكتور؟ أنا بدأت إن أنا آخد البذرة أحطها في التربة. فأنت كده خد بالك، أنا حطيت البذرة فين؟ في التربة. ايه ده؟ يعني هنا النبات ده اعتمد على مين في بداية حياته علشان يبدأ ان هو يتكون؟ هتقولي ايوه اعتمد على التربة. حلو. فالتربة دي تبع ايه؟ تبع الغلاف الصخري، الارض اللي انت ماشي عليها. يبقى التربة دي تبع ايه؟ الغلاف الصخري. يبقى هنا الكائن الحي ده اول حاجة اعتمد عليها هنا فهو اعتمد على الغلاف الصخري. انا كده بربط لك الغلاف الحيوي اللي هي الكائنات الحية بباقي الاغلفة تمام. يبقى اول حاجة عملها النبات اعتمد على الغلاف الصخري تمام. طيب بعد ما بحط البذرة دي في التربة لقينا البذرة دي بتمتص النبات عشان ينمو، فهو بيمتص المية تمام، بيحصل امتصاص للمية اللي هي H2O وامتصاص للأملاح اللي هي تعتبر معادن. طيب عايزاك انت اللي ترد عليا بقى، النبات اعتمد على مين هنا؟ هتقولي اعتمد على المية، سحب مية تمام كده، يبقى اعتمد على الغلاف المائي، سهلة. طيب معادن وأملاح فهي موجودة في الغلاف الصخري. أيوة أنا كده يا دكتور بدأت إن أنا أفهم، أنا كده حاسس إن أنا مجمع الدنيا كلها، إن النبات ده عشان ينمو فهو اعتمد على الغلاف الصخري واعتمد على الغلاف المائي واعتمد على الغلاف الصخري مرة تانية في امتصاص الأملاح، فبالتالي هو بيعتمد على باقي الأغلفة الحيوية تمام. نكمل. بعد ما النبات هنا بدأ يمتص المية ويمتص الأملاح أو المعادن فبدأ إن هو يتكون جذر وساق وأوراق. حلو قوي. طب النبات هنا علشان ينمو فهو بيحتاج ان هو يعمل عملية مهمة قوي اسمها عملية البناء الضوئي. ايه عملية البناء الضوئي دي؟ عملية البناء الضوئي دي مهمة قوي للنبات عشان يصنع الغذاء بتاعه. يعني النبات مفيش حد بيغذيه، هو انت بتحط النبات في التربة تمام، هو اللي بيبدأ ينمو لوحده ويكون غذاء لوحده. انت مش بتاخد الاكل تحطه في بق النبات، لا، ده النبات بيعتمد على نفسه في الحصول على الغذاء، فبنقول عليه ذاتي التغذية، بيعتمد على نفسه يعني في الحصول على الغذاء. فبيعتمد على نفسه ازاي؟ بيعمل العملية دي، عملية البناء الضوئي تمام. عملية البناء الضوئي أهميتها إن النبات يحصل على الغذاء بتاعه، يصنع الغذاء بتاعه، النبات هو اللي بيصنع الغذاء بتاعه. حلو قوي. طب النبات علشان يصنع الغذاء بتاعه يا دكتور هو محتاج إيه؟ فهو محتاج مية، عشان عملية البناء الضوئي دي تتم محتاج مية ومحتاج أملاح ومحتاج يمتص من الهواء الجوي ثاني أكسيد الكربون. محتاج ايه؟ ثاني اكسيد الكربون عشان عمليه البناء الضوئي تتم. النبات اللي بيكون موجود في اي حته انت زارع فيها نبات، فبنلاقي النبات ده بيبدا ان هو يسحب ثاني اكسيد الكربون من الجو ويطلع لك في المنطقه اللي انت حاطط فيها النبات، يطلع لك اكسجين. فعشان كده احنا بنحب قوي اي منطقه موجود فيها نباتات، تحس ان الهواء نقي. ليه؟ النبات اللي موجود ده بيسحب ثاني اكسيد الكربون، جسمك اصلا هو بيخرج ثاني اكسيد الكربون، حاجه جسمك مش محتاجها، بس بيطلع لك بقى ايه في المقابل؟ ان هو سحب ثاني اكسيد الكربون، فلقينا النبات ده بيطلع لنا اكسجين. فدي طبعا حاجه انت جسمك بيحبها، جسمك كله محتاج اكسجين. فعشان كده اي مكان موجود فيه نباتات، موجود فيه زرع، فبتحس ان الهواء في المنطقه دي بيكون نقي لان هو فيه نسبه اكسجين عاليه. حلو. النبات عشان يعمل عمليه بناء ضوئي احتاج ميه، احتاج ثاني اكسيد الكربون، احتاج الاملاح تمام. طب ثاني اكسيد الكربون ده مهم في عمليه البناء الضوئي. طب ثاني اكسيد الكربون ده النبات جابه منين؟ جابه من الغلاف الجوي، يبقى هو كده اعتمد برضو على الغلاف الجوي. خدت بالك بقى من حاجه؟ اهو قلنا غلاف مائي وقلنا غلاف صخري وقلنا غلاف جوي. يبقى الكائن الحي ده علشان ينمو بس فهو محتاج غلاف صخري، غلاف جوي، غلاف مائي. حلو قوي. تقريبا المعلومه وصلت لك وسهله جدا. طيب خلاص النبات خد ثاني اكسيد الكربون وخد الميه، طبعا الميه طلعت هنا من طريق الجذر والساق والاوراق تمام، بدات ان هي توصل للورقه. فالورقه هنا بقى موجود عندها ميه، الورقه جوه هنا موجود عندها ميه وموجود عندها املاح
اللي النبات امتصها من التربة، وموجود عندها ثاني أكسيد الكربون. الورقة خدت ال3 حاجات دول وعملت بيهم عملية بناء ضوئي، عملت بيهم عملية بناء ضوئي. صنعت لك ايه بقى؟ صنعت الغذاء. فهنا انا يعني عشان الورقة دي مليانة كلام كده فهكتبها في الورقة التانية اهو. يبقى هنا صنعت الغذاء، يبقى عملية البناء الضوئي الناتج بتاعها في الآخر الغذاء. فالغذاء ده طالما اتكون فالنبات هيقدر ينمو بصورة طبيعية جدا. فكده الكائن الحي حياته مكملة. حياته مكملة بسبب ايه؟ بسبب عملية البناء الضوئي. حياته مكملة بسبب عملية البناء الضوئي علشان في مية، علشان في أملاح، علشان في تربة، علشان في ثاني أكسيد الكربون. فبالتالي هنا بكل بساطة أقدر أقولك إن أي كائن حي بيعتمد على الغلاف الصخري والمائي والأرضي والجوي. طيب ملحوظة صغيرة هنا عشان هنحتاجها بعدين. الغذاء بتاع النبات ده، الغذاء بتاع النبات هو الجلوكوز، سكر الجلوكوز. ودي حاجة مهمة قوي ولازم تكون عارفها. يعني ناتج عملية البناء الضوئي ده هو سكر الجلوكوز. تمام؟ يبقى خليك عارف لما اقول لك النبات عمل عملية بناء ضوئي عشان يصنع الغذاء، فالغذاء ده اللي هو سكر الجلوكوز، اوعى تنساه. تمام؟ يبقى غذاء النبات سكر الجلوكوز. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي يا دكتور عرفت يعني ايه كلمة غلاف حيوي وعلاقته بباقي أغلفة كوكب الأرض. تعالى بقى نتكلم عن مستويات التنظيم في الغلاف الحيوي. يعني ايه؟ يعني ترتيب الكائنات الحية. برتب الكائنات الحية ازاي داخل الغلاف الحيوي؟ بقولك ان انا برتبهم، او الترتيب ده بيشمل 5 مستويات. اول مستوى بسميه الفرد، وبعديه الجماعة ومجتمع، وبعد كده نظام بيئي وغلاف حيوي. ثانية واحدة بقى كده، الحتة دي بالنسبة لي حفظ. هنبدأ بإيه؟ أول مستوى عندك الفرد، يبقى أنا هبدأ فرد جماعة مجتمع. تاني فرد جماعة مجتمع. نظام بيئي غلاف حيوي. أصغر حاجة وأقل حاجة عندنا هنا هي إيه؟ هي أو أقل مستوى هو الفرد. يبقى أنا بدأت فرد، بعديه جماعة، بعديها مجتمع. فرد جماعة مجتمع نظام بيئي، واخر حاجه عندنا الغلاف الحيوي. لحد يعني انا بدات ان انا ارتب الكائنات الحيه من اول الفرد لحد ما وصلت للغلاف الحيوي كامل. يا دكتور عايز افهم الكلام ده اكتر. كلمه فرد هنا قصدي بيها كائن حي واحد فقط. كائن حي واحد فقط. زي مثلا لو بقول لك غزاله واحده بس، دي اصنفها ايه؟ اصنفها ان هي فرد، صح كده؟ انسان فرد واحد بس يبقى اصنفه ان هو فرد. اسد واحد بس يبقى ده فرد. يبقى هنا كلمة الفرد قصدي بيها ان هو كائن حي واحد فقط. حلو قوي. طيب لو قلت لك مجموعة من الأسود، دول يعتبروا ايه؟ هتقولي هم كلهم. انا قلت مجموعة من الأسود يعني كلهم نفس النوع. مجموعة من الكلاب، مجموعة من القطط. فطالما كلهم ليهم نفس النوع اقول عليهم جماعة. يبقى جماعة حيوية. جماعة حيوية. يبقى احنا بدأنا بأقل حاجة وبنطلع كده، كل ما نطلع فالكائنات الحية عندنا عمالة تزيد. تمام كده؟ يبقى أول حاجة عندنا الفرد، بعديها الجماعة. تمام؟ يبقى الفرد ده كائن حي واحد فقط، لكن الجماعة هي مجموعة من الكائنات الحية بس ليهم نفس النوع. يعني مجموعة من الأسود، مجموعة من الكلاب، مجموعة من الغزلان، وهكذا. تمام. طب لو قلت لك بقى يا دكتور نطلع شوية في التصنيف، والمستوى الثالث عندنا هيبقى مجتمع. فهنا اقول لك مجموعة من الأسود مع مجموعة من الغزلان مع مجموعة من الكلاب. فكده في كذا مجموعة، صح كده؟ فكذا مجموعة اقول عليهم مجتمع. اقول عليهم مجتمع. زي مثلا لو قلت لك انت لوحدك تعتبر فرد. طب انت وعيلتك تعتبروا ايه؟ جماعة. طب انت وعيلتك والجيران كلهم اللي حواليكوا يعتبروا ايه؟ بقيتوا مجتمع كامل. بقى في مجتمع هنا. تمام؟ يبقى فرد جماعة مجتمع. يبقى لازم احفظ مستويات التصنيف، علشان مثلا اقول لك هو المستوى اللي قبل المجتمع، المستوى اللي بعد الجماعة. فهنا بسألك او نظام الأسئلة هنا بيكون لازم فيه ان المستويات هنا تكون حافظها بالترتيب. يبقى اقل حاجة فرد، بعد كده جماعة، بعد كده مجتمع. طيب بعد المجتمع بقى اللي هي مجموعة، تمام، من الجماعات. بعد المجتمع عندنا النظام البيئي. فالنظام البيئي هنا بقى ده بيشمل الكائنات الحية، يبقى اللي هي مثلا المجتمع الحيوي زائد المية، زائد الهواء،
زائد التربة. فهنا بقول لك بقى ان انا بدأت اجمع بين الكائنات الحية والحاجات اللي حواليها، ان مجموعة الكائنات الحية دي، الكائنات الحية دي كلها عايشة في تربة، عايشة يا دكتور على الارض، عايشة مثلا وسط هواء معين، درجة حرارة معينة. فبالتالي هنا بقول على الكلام ده نظام بيئي. يبقى انا جمعت عوامل حيوية مع عوامل غير حيوية، يبقى ده كده اسمه نظام بيئي. تمام. طب نكبر بقى شوية في المستوى، وأعلى مستوى عندي هنا إن كل بقى الكائنات الحية على كوكب الأرض في أفريقيا وآسيا وهنا وهنا. فبالتالي بدأت إن أنا أجمع كل الكائنات الحية اللي موجودة على كوكب الأرض كله، فبقول عليهم بقى إيه؟ غلاف حيوي، وده أعلى مستوى عندنا. تمام كده. يبقى تاني بالترتيب نحفظهم مع بعض أهو. نرجع للسبورة بتاعتنا. بدأنا بإيه؟ بدأنا بفرد أقل حاجة، يبقى الفرد بعديه جماعة مجتمع، فرد جماعة مجتمع، نظام بيئي، غلاف حيوي، وده أعلى حاجة. الفرد هنا مثلا هدي مثال عليه، أسد واحد فقط. تمام. جماعة أقول عليهم هي مجموعة من الأسود. تمام. يعني الجماعة هنا هي أفراد بس ليهم إيه؟ نفس النوع. سهلة. طب لو قلت لك مثلا أسود زائد نمور، هتقولي دول إيه؟ مجتمع. مجتمع. خلاص جمعت كائنات حياة مختلفة، يبقى دول مجتمع. طب مثلا أقول لك مجتمع حيوي، اللي هي آخر حاجة وصلنا لها هنا أهي، مجتمع حيوي يعني كائنات حية زائد مثلا هواء ومثلا تربة. فهنا تقول لي ايه؟ يعني عوامل حيوية، تعتبر عوامل حيوية مع عوامل غير حيوية. هتقول لي ده اسمه نظام بيئي، بيجمع العوامل الحيوية مع العوامل الغير حيوية، اسمه نظام بيئي. نعلى شوية بقى في التصنيف، فأقول لك النظام بيئي مع نظام بيئي مع نظام بيئي، فيدينا في الآخر الغلاف الحيوي، اللي هو بيضم جميع الكائنات الحية على كوكب الأرض. ودي بكل بساطة مستويات الغلاف الحيوي. يبقى فرد جماعة مجتمع نظام بيئي غلاف حيوي. بذاكر معاك كل شوية وبقعد أحفظك هنا في الحصة علشان ما تحتاجش ان انت تذاكر، او المذاكرة بتاعتك تكون اسهل عليك، وتحس ان انت بعد ما تقفل المحاضرة مذاكر المحاضرة كويس قوي. اهم حاجة ما تزهقش ان انا بقعد اعيد وازيد علشان ادخلك المعلومة كويس، وتحس ان انت مخلص المحاضرة كده وراضي عن نفسك ومذاكر حلو قوي. فبعد المحاضرة على طول بتقرأ الدرس قراية سريعة بحفظ برضو وبتركيز، اهم حاجة. وبعد كده تحل الواجب، هتحس نفسك فاهم وراضي عن نفسك كده ان انت اول مرة في حياتك تفهم احياء. طيب يبقى دي الجزء الثاني عندنا هنا اهو. نرجع للكتاب بتاعنا. طبعا الكتاب موجود فيه شرح وحل ورسومات، وحتى هنلاقي تدريبات بعد كل جزء. يعني هنا مثلا في اداء ذاتي، فبالتالي هنا انا كل جزء بخلصه معاك ببدأ ان انا احل 3-4 اسئلة عليه، فتحس ان المعلومة ثبتت اكتر. تمام. يبقى هنا خلاص قلنا جزء مستويات الغلاف الحيوي. معلش قولوا كده معايا تاني. فرد جماعة ايه؟ فرد جماعة مجتمع نظام بيئي غلاف حيوي. حلو قوي. طيب تعالى نحل مع بعض الكم سؤال دول. اول سؤال يا دكتور هنا بقول لك ايه العناصر من العناصر التالية يوفرها الغلاف الجوي، بيوفرها الغلاف الجوي للنبات للقيام بعملية البناء الضوئي. النبات محتاج ايه من الجو عشان يعمل عملية بناء ضوئي؟ ايوه رد عليا بسرعة كده. ايوه هو فعلا محتاج ثاني اكسيد الكربون. شاطر. طيب رقم 2، اي مما يلي يمثل المستوى التنظيمي الاعلى على سطح الارض. مستوى تنظيمي اعلى على سطح الارض كلها، اعلى مستوى تنظيمي. ارجع معايا كده، اعلى مستوى تنظيمي هنا يا دكتور هو الغلاف الحيوي. فانت تقول فرد جماعة مجتمع نظام بيئي غلاف حيوي، يبقى اعلى حاجة هنا هو الغلاف الحيوي. طيب أي مما يلي يمكن أن يعبر عنه الشكل المقابل. الشكل ده والله يا دكتور أنا ملاحظ إن في كائنات حية كلهم شبه بعض، فبالتالي هم كلهم شبه بعض، يعني كلهم من نفس النوع. راجع كده تاني، فرد ايه؟ جماعة. فالجماعة دي هي أفراد لها نفس النوع، فطالما لقيتهم كلهم مثلا مجموعة من الأسود، مجموعة من الغزلان، كلهم ليهم نفس النوع، يبقى أقول عليهم جماعة، جماعة حيوية. يبقى هنا نختار جماعة حيوية. حلنا مع بعض على الجزء اللي احنا شرحناه.
تعالى بقى نكمل مع بعض مكونات الغلاف الحيوي. طبعا اول سؤال هنا ده احنا قلناه في الشرح، ارجع لك تاني اهو، قلناه في الشرح واحنا بنشرح حياة النبات اهو، ان النبات ده محتاج ايه علشان يعمل عملية بناء ضوئي. النبات محتاج ايه عشان يعمل عملية البناء الضوئي؟ قلت لك هو محتاج ثاني اكسيد الكربون. فعشان كده قلت لك كل حاجة انا بقولها في الشرح او برسمها على السبورة فهي مهمة ولازم تكون مركز معايا فيها كويس قوي. طيب نرجع كده للكتاب بتاعنا. هات لي بقى يا دكتور الغلاف الحيوي ايه هي مكوناته. لقينا بكل بساطة ان هو الغلاف الحيوي بيتكون من عوامل حيوية وعوامل غير حيوية. عايزاك ما تعقدش الدنيا قوي. كلمة عوامل حيوية يعني اي كائن حي، فانا اقول لك الانسان، النبات، الحيوان، الحشرات، دول اصنفهم تبع انهي عوامل؟ عوامل حيوية ولا عوامل غير حيوية؟ قول لي يا دكتور هم كائنات حية فهم تبع العوامل الحيوية من غير رغي كتير. طب لو قلت لك مية، ثاني اكسيد الكربون، ميه او ثاني اكسيد الكربون او اكسجين او تربه او املاح او معادن او درجه حراره، كل الحاجات دي او ضوء، كل الحاجات دي يا دكتور اقول عليها عوامل ايه؟ حيه ولا غير حيه؟ قول لي هم دول مش كائنات حيه. الهواء اللي انا بتنفسه ده اكسجين وثاني اكسيد الكربون وكل الكلام ده والتربه والمعادن والاملاح، كل دي مش عوامل حيويه، كل دي مش كائنات حيه. فاقول على كل الحاجات دي هي عوامل غير حيه او عوامل غير حيويه، عوامل غير حيويه. يبقى العوامل الغير حيويه هنا هي اللي موجوده في الغلاف المائي والصخري والجوي، زي الميه، زي التربه والمعادن والضوء ودرجه الحراره والهواء. يبقى كل دي عوامل غير حيويه. طيب هنا طبعا عندك تعريف العوامل الحيويه. اجي اعرف العوامل الحيويه بكل بساطه كده نقول مع بعض: هي جميع الكائنات الحيه التي تؤثر في البيئه وتتاثر بها. يبقى العوامل الحيويه هي تشمل جميع الكائنات الحيه اللي بتاثر في البيئه وتتاثر بالبيئه، زي نبات وحيوان وحشرات وكائنات دقيقه، وتؤدي هذه الكائنات ادوار مختلفه داخل الانظمه البيئيه. ان كل كائن حي ليه وظيفه معينه، النبات له وظيفه، الانسان، الحيوان، كل كائن حي ليه دوره جوه النظام البيئي. طيب قبل بقى ما ندخل على تصنيف الكائنات الحية، ان انا بصنفها لكائنات منتجة ومستهلكة وكائنات محللة، عايزة الاول اقول لك كلمتين كده مهمين قوي، تمام؟ مش هتلاقيهم موجودين في الكتاب، بس مهم بالنسبة لي ان انت تكون عارفهم. اكتب معايا بقى المقارنة دي. عايزة اعرف افرق بين كلمتين مهمين قوي. عايزة اعرف افرق بين كلمة مادة عضوية ومادة غير عضوية. لحظة واحدة كده يا دكتور، المقارنة دي زي ما بقولك اهو هي مش هتلاقيها موجودة عندك في الكتاب، بس هتلاقي في وسط الشرح كده قبلك كلمة مادة عضوية، حاجة عضوية، حاجة غير عضوية. فانت لازم ما ينفعش نعدي كلمة كده تكون مش عارف معناها ايه، لازم تكون عارف معناها كويس. حبايب قلبي، كلمة مادة عضوية، كلمة مادة عضوية يعني أي حاجة، أي مادة مصدرها كائن حي. تاني، مادة عضوية يعني أي مادة مصدرها إيه؟ كائن حي. يعني مثلا لو قلت لك هو البترول اللي موجود في باطن الأرض، ليه بقول على البترول إن هو مادة عضوية؟ تاني ليه بقول على البترول مثلا إن هو مادة عضوية؟ ده كده يعتبر مادة عضوية. ليه قلنا عليه كده؟ حبايب قلبي هتقولي ارجعي لأصل البترول، هو البترول ده إزاي اتكون أصلا؟ هقول لك مثلا لو قدامنا غابة كده، فالغابة دي عايش فيها نباتات، عايش فيها حيوانات، عايش فيها كائنات حية كتير. الكائنات الحية دي بتعيش فترة وتموت وتبدأ ان هي تقع على سطح التربة. فلما بتقع على سطح التربة خلاص، لما الكائن الحي بيموت بيبقى موجود على سطح التربة، بيبدأ جسمه ان هو يتحلل وينزل في باطن الأرض. تاني جسم الكائن الحي يتحلل وينزل في باطن الأرض. لقينا البترول بيتكون ازاي؟ لقينا البترول بيتكون من بقايا الكائنات الحية دي. يعني الكائنات الحية دي تتحلل وتنزل في باطن الأرض وتقعد ملايين من السنين، ملايين من السنين. فلقينا
بعد ملايين السنين اتكون بترول. ايه ده؟ يعني البترول اتكون من بقايا الكائنات الحية؟ بالظبط كده. فبالتالي اقدر اقول على البترول هو مصدره ايه؟ مصدره كائن حي، ده جاي من بقايا الكائنات الحية لما بدأت ان هي تدفن تحت سطح الارض في درجة حرارة معينة وظروف معينة، كل الكلام ده فكون لي في الاخر بترول. فاقول على البترول ده ان هو مادة ايه؟ مادة عضوية. يبقى اي حاجة كان المصدر بتاعها كائن حي اقول على المادة دي ان هي مادة عضوية. سهلة كده؟ تمام. عشان لما تقابلك كلمة مادة عضوية وسط الشرح تبقى فاهم يعني ايه. يبقى كلمة مادة عضوية هي حاجة أصلها كائن حي. طب لو قلت لك هو البروتين اللي موجود في جسمك، البروتين ده اللي هو العضلات، طبعا العضلات بتاعت جسمك دي بتتكون من بروتين. فلو سألتك هو البروتين ده يعتبر مادة عضوية ولا غير عضوية، هتقولي مش هو موجود في كائن حي، موجود في الإنسان، موجود في النبات، فطالما موجود في كائن حي يبقى هو مادة عضوية. طب لو قلت لك الدهون اللي متخزنة في جسمك، فهتقولي دهون موجودة في جسم الإنسان يعني موجودة في كائن حي، يبقى هي مادة عضوية. بس كده. الكربوهيدرات اللي هي السكريات مثلا بجيبها من النبات، فالنبات السكر كان موجود في النبات، فطالما كان موجود في النبات يعني أصله كائن حي يبقى هو مادة عضوية. فبالتالي أقدر أطلع بمعلومة حلوة قوي من الكلام اللي أنا قلته ده، إن أي مادة جاية من كائن حي أقول عليها إن هي مادة عضوية. تمام؟ طيب، في كمان شرط عشان اقول المواد دي مواد عضوية. ايه هو الشرط يا دكتور؟ ان المواد دي تحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين معا. لازم المادة العضوية يكون عندها كربون وهيدروجين معا. يعني ايه؟ يعني مثلا قلت لك البروتين ده مادة عضوية، قلت لي انا عرفت منين ان هو مادة عضوية؟ لقيت فيه كربون وهيدروجين، لقيت فيه عنصر الكربون بيدخل في تركيبه عنصر الكربون والهيدروجين، فاقول عليه ان هو ماده عضويه. الدهون بيدخل فيها كربون وهيدروجين يبقى هي ماده عضويه. حلو. طيب تعالى بقى لعكس كلمه ماده عضويه، هي مواد غير عضويه، ودي هتفهمك اكتر. كلمه مواد غير عضويه يعني مواد اصلها مش كائن حي، يعني مش جايه من كائن حي. فمثلا قلت لك الميه H2O، هي مصدرها كائن حي ولا هي حاجة موجودة في الطبيعة؟ هتقولي حاجة موجودة في الطبيعة، يبقى هنا أصنفها إن هي مواد غير عضوية، هي مش مادة مش عضوية، مادة غير عضوية. طب لو قلت لك ثاني أكسيد الكربون، هتقولي ثاني أكسيد الكربون ده برضو مش مصدره كائن حي، هي حاجة موجودة في الطبيعة، موجودة في الجو، صح كده؟ غاز موجود في الجو، فبالتالي أقول عليه مادة غير عضوية. أكسجين NaCl ده ملح، تمام اهو. فبرضو هتقولي يا دكتور هي كل المواد اللي انت كاتباها دي فهي مواد موجودة في الطبيعة، تمام. فطالما موجودة في الطبيعة حاجة مش مصدرها كائن حي، فاقول عليها ان هي مادة غير عضوية. طيب عايزة اكد لك الكلام ده. بص هنا على المية H2O، هل فيها كربون وهيدروجين مع بعض الاتنين موجودين في نفس المركب؟ هتقولي هي بتحتوي على هيدروجين لكن ما عندهاش كربون، فاقول عليها ان هي ماده غير عضويه. لان انا هنا كان عندي في شرط المواد العضويه ان هي عندها كربون وهيدروجين مع بعض، لكن هي هنا في المواد الغير عضويه لا، مش شرط ما عندهاش كربون وهيدروجين مع بعض. ممكن يكون عندها هيدروجين بس، ممكن يكون عندها كربون بس، ممكن ما يكونش عندها ولا دي ولا دي. فمثلا هنا زي ثاني اكسيد الكربون، يا دكتور فيه كربون لكن ما فيش هيدروجين، عشان كده قلت عليه ماده غير عضويه. هنا الاكسجين، هنا برضو ما فيش ولا كربون ولا هيدروجين. هنا الاملاح NaCl، تمام، ده ملح، فNa تمام، هنا مفيش كربون، وCl فبرضو مفيش كربون، Cl ده اللي هو الكلور، تمام. فهنا مفيش كربون ولا فيه هيدروجين، يبقى هنا ولا كربون ولا هيدروجين، ولا كربون ولا هيدروجين، يبقى بالتالي قلت على كل المواد دي ان هي مواد غير عضوية. والابسط بالنسبة لك ان انت تسأل نفسك هي مصدرها كائن حي ولا مش مصدرها كائن حي. فقلت لك بروتين، بترول، قلت لك يا دكتور هنا عندي اي حاجة جاية من كائن حي، دهون، سكريات، طالما هي مصدرها كائن حي فبقول عليها كلمة مادة عضوية. دي بس اللي عايزاك تطلع منها هنا، وبقول لك اهو ان هي كلمة مهمة. يبقى اي حاجة مصدرها كائن حي هي مادة عضوية. اي حاجة بقى مش مصدرها كائن حي، كربون، هيدروجين، اكسجين، كل الكلام ده، فبالتالي بقول هنا هي مواد غير عضوية. تعالى بقى نرجع مع بعض للكتاب بتاعنا كده. عرفت افرق بين كلمة مادة عضوية ومادة غير عضوية.
تعالى يا دكتور بقى نصنف الكائنات الحية كلها اللي موجودة على وجه الأرض. حبايب قلبي، لما اجي اصنف الكائنات الحية بصنفها ل3 أنواع. أول نوع اسمها كائنات منتجة، وبعديها كائنات مستهلكة وكائنات محللة. حلوة قوي بقى الحتة اللي جاية دي، كده احنا خلاص بدأنا بقى ان احنا ندخل في جو الأحياء شوية. كائن منتج يعني كائن هو اللي مسؤول عن صنع الغذاء بتاعه، بيعتمد على نفسه في الحصول على الغذاء. فقول لي مثال على كائن منتج للغذاء. كلمة كائن منتج يعني هو اللي بيصنع غذاء. مثال على كائن منتج للغذاء، قول لي النبات. النبات بحط البذرة في التربة تطلع لي نبات كامل بقى، والنبات ده بيطلع الثمار وانا ابدا اكل الثمرة. فهل النبات هنا اعتمد على اي حد في الحصول على الغذاء بتاعه؟ هتقول لي لا، ده انا حطيته في التربة طلع النبات كامل زي ما هو، وبدات انا اتغذى عليه. مين الكائن المنتج هنا منتج للغذاء؟ هتقول لي النبات. النبات هو اللي بيعتمد على نفسه في الحصول على الغذاء، فاقول عليه ان هو كائن منتج، هو اللي بينتج الغذاء. سهله كده. يبقى الكائنات المنتجه هنا تمام هي بقول عليها كائنات ذاتيه التغذيه، يعني بتستطيع صنع غذائها بنفسها من خلال عمليه البناء الضوئي. حلوة كده. زي ايه بقى؟ زي النباتات الخضراء، زي الطحالب، زي بكتيريا متخصصة. طيب الأمثلة دي مهمة وكلها عليك. تاني الأمثلة دي كلها مهمة وكلها عليك. يعني مثال على كائن منتج للغذاء هتقول لي النباتات الخضراء. طب اشمعنى؟ عندها عملية بناء ضوئي، بتقدر ان هي تعمل عملية بناء ضوئي وتصنع الغذاء بتاعها، يبقى اقول عليها كائن منتج للغذاء. طيب الطحالب، عارفين الترعة بيكون عايم على وش الترعة كده خيوط صغيرة كده لونها أخضر. فهتقولي طالما خيوط لونها أخضر يبقى دي بتصنع غذائها بنفسها، تمتص ضوء الشمس، تبدأ ان هي تعمل عملية بناء ضوئي، يعني بتصنع غذائها بنفسها. أصنفها تبع كائنات هتقولي كائن منتج، لأن هو بيعتمد على نفسه في الحصول على الغذاء. فأنا بصنف الطحالب، هي الخيوط اللي عايمة على وش الترعة دي اسمها طحالب. الطحالب دي بتصنع غذائها بنفسها، فبصنفها تبع الكائنات المنتجة. خد بالك عشان كلمة طحالب هنا مهمة وهقابلها كتير قوي في الأسئلة. يبقى الطحالب برضو بتعمل عملية بناء ضوئي، يعني ذاتية التغذية، بتصنع غذائها بنفسها، فأقول عليها ان هي تبع الكائنات المنتجة. تمام. بعض البكتيريا المتخصصة، البكتيريا برضو مش بتعتمد على حد في الحصول على الغذاء. في بكتيريا بتعتمد على نفسها في الحصول على الغذاء، فبعض أنواع البكتيريا مش كلها. تمام. فبقول برضو ان هي كائنات منتجة، يعني هي اللي بتصنع غذائها بنفسها. طيب بكل بساطة كده دي هي الكائنات المنتجة. فبقول على الكائن المنتج تاني تعريفه مع بعض، هي كائنات ذاتية التغذية. احفظ معايا التعريف، كائن منتج هو كائن ذاتي التغذية، كائنات بتقدر ان هي تصنع غذائها بنفسها. زي اديني مثال، زي النباتات، زي الطحالب، زي بعض انواع البكتيريا. طيب حبايب قلبي، لحد هنا احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا. تمام. وده كان جزء من المحاضرة الأولى، وباقي المحاضرة الأولى كاملة هتكون موجودة عندك على المنصة، علشان نقدر ان احنا نحل ونطول في المحاضرة براحتنا. وهنحل كمان يا دكتور بعد ما نخلص الشرح كله هنحل شوية تدريبات، وبعد كده ينزل لك فيديو كامل لحل الواجب. تقريبا هتلاقي عندك في الواجب، بص أسئلة قد ايه، عايزة اديلك فكرة كده بس عن الأسئلة اللي هتلاقيها في الواجب. بص معايا كده اهو، بص كده معايا أسئلة الواجب اهي، شايف؟ كل دي أسئلة، طبعا أسئلة اختر وأسئلة مقالي، تعريفات. كل الأسئلة دي يا دكتور هتلاقي الحل بتاعها بإذن الله موجود على المنصة. عشان ما طولش عليك هسيب لك في لينك الديسكريبشن هنا لينك المنصة، كمان لينك قناة الواتساب، علشان تقدر ان انت تدخل على الواتساب وينزل لك كل جديد، واي محاضرة جديدة نزلت لك تقدر ان انت توصل لها بسهولة. حبايب قلبي، اشوفكم على خير بإذن الله على المنصة، او يوم السبت الجاي بإذن الله يا دكتور الساعة 5:30 في سنتر ألفا شبرا مصر. ده لو انت من شبرا مصر وهتحضر في السنتر. اشوفكم على خير، ويا رب تكون استفدتوا.